فمالكش دعوه بالكره المصريه، مالكش دعوه بالاهلي، مالكش دعوه بنجوم الاهلي. ولما تتكلم عن الاهلي ولا تتكلم عن منتخب مصر ما تدخلناش السعوديه بسبب ومن غير سبب في جمله مفيده. مجد فيها زي ما هي عايز، بس اياك ان تعمل كومباريزون وتقارن، لان مصر برضه جامده جدا ومصر عظيمه جدا غصب عنك، وغصب عن اكل العيش اللي انت بتعمله دوت. تحليلك لاكل العيش ما يديكش ان انت تسيب بلدك وتدعي انك سعودي اكثر من السعوديين. يعني كابتن سيد وغلطت في واحد قيمه عبر التاريخ. لو اتحط 3 اسامي، محمود الخطيب هو رقم واحد في تاريخ مصر، في تاريخ الرياضه المصريه بوجه عام، على في اخر 50 سنه. لو حتى جبت على LGBT مين اعظم شخصيه في اخر 50 سنه هيتكتب لك اول رقم واحد الخطيب، قبل محمد صلاح وقبل حسن شحاته، مع احترامنا لكل الاسماء. فبتتكلم بادب، ما تطلعش الراجل بعد العمر دوت بيثير العطف وكاذب وما خدش تاشيره وكلام فارغ، وفي الاخر يطلع كلامك كده وتتوقف. كابتن سيد عبد الحفيظ اعظم مدير كره جه في مصر وللنادي الاهلي بنتائجه بارقامه بشخصيته كاريزمته بحضوره. ما تطلعش تسخر منه وتقطع منه عشان طلع نصحك على MBC وقال لك ان انت تكون مش موجود وغالي وعزيز افضل من ان انت تكون موجود ومالكش لازمه، بما معناه يعني. فتطلع تقطع فيه وتوقع بينه وبين كابتن وليد صلاح وتقول ان هو بتاع التنطيط، بتاع التنطيط والمش عارف ايه وكلام وحافظ له كلمتين من التاريخ ولا الجغرافيا، وياما بتحصل مشاكل وبتحصل مهازل. انت مش هتقزم النجوم، مش هتقزم الاساطير في الاهلي او في مصر عشان خاطر حضرتك بقى عداوه شخصيه، فهتتساب. فانت بتخسر كتير قوي من القاعده الجماهيريه، وبتخسر كتير ان الناس في السن دوت تغلط فيك وتتجاوز فيك، لان انت راجل لا تحترم سنك، لا تحترم شبتك. ده انت مش